على فكره صلاح كبر وما بقاش في دماغه. كبر؟ شكلك مش فاهم كوره. لا تحسه مش شرس كده، ولا شوط على الجون ولا ار2، ويا ضرب جزاء تيجي يا ما يهدفش. يا حبيبي ده طبيعي، ماني وفيرمينو مشيوا. على فكره بقى الفرقه بقى فيها سوبوزلاي وماك اليستر ولاعيبه تقدر تصنع له اهداف عادي جدا. يا عم ماشي، جاب سوبوزلاي وجاب ماك اليستر. ماك اليستر بقى بيلعب عندنا 6 وما بيصنعش لعب، وسوبوزلاي بقى عامل زي الجناح رايح راجع رايح راجع. قول لي بقى مين هيصنع لصلاح؟ هتقضيها حاجه يعني؟ طب رد على السؤال ده. ها قول يا عم عايز ايه؟ لو ابو صلاح ما طلعش لا هداف ولا اكتر اسيست، تقدر تقول لي كده ايه التميز اللي بيقدمه؟ ايه؟ الحوار ده بيحصل بين اي اتنين على القهوه، واحد بيحب صلاح والتاني ما بيحبوش. ايه رايك ما نمشيهاش لحب ولا كره ونمشيها دماغ، نشغل علينا شويه يعني. كلنا عارفين ان كان في نسخه من صلاح بتطلع هداف الدوري وهداف فريقها كل سنه، بس النسخه دي ما ينفعش تتقارن بالنسخه بتاعت الموسم ده، لان ببساطه كده يا صاحبي الفرقه اتفورت. ببساطه صلاح كان بيلعب جنبه فيرمينو وماني، فيرمينو اللي كان بيصنع لده وبيصنع لده، وماني اللي كان بيخبط وبيرزع وشال عن صلاح بصراحه كتير. فجاه بقى في داروين نونيز ودياز اللي لسه ما عندهمش الاحتكاك الكفايه. لا داروين نونيز مهاجم 9 وهمي بينزل ويسقط ويصنع اهداف زي ما كان فيرمينو، فيرمينو، ولا لويس دياز زي ماني وفعال على الجون وبيخبط زيه. اللعيبه دي هتستوي بس تاخد لها وقت. لو جينا بقى نرجع ورا شويه يا صاحبي هنلاقي ان نص ملعبك كان هندرسون وفينالدوم وفابينيو، ولما فينالدوم مشي بقت بتلعب شويه بكيتا وشويه بتشامبرلين وشويه بميلنر. شايف الاسماء اللي بقولها دي؟ مفيش حد فيهم لعيب كره بالمعنى، كلهم عاملين زي حيوانات في الملعب، جري وضغط جري وضغط. فبالتالي صلاح كان بيأمنه نص ملعب وكان بيصنع له 2 جنبه تقال قوي. دلوقتي بقى نص ملعبك بقى كله لعيبه كوره، جبت ماك اليستر وجرافنبرج واهمهم سوبوزلي. ما تنساش ان ارنولد مركزه اتغير وبقى مركزه مركب بين نص الملعب والباك رايت، والخطه بدل ما كان فيها 3 نص ملعب بقى 4. بس للاسف يا صاحبي ده مش في مصلحه صلاح التهديفيه، لان ببساطه اللعيبه دي بقت بتشارك في الناحيه الهجوميه، مش مجرد بيغطي ورا صلاح وماني والكلام ده، لا، ممكن تلاقي سوبوزلي دخل جوه الصندوق عادي. وما تنساش ان في مساحه في ظهر ارنولد نتيجه انه بيزيد في نص الملعب، فدايما هتلاقي 4 في نص ملعب ليفربول في اجنحته اللي هي صلاح ولويس دياز بقوا بيفتحوا في طرف الملعب، ما بقوش يخشوا لجوه زي الاول، ولو دخلوا جوه بيبقى في نص الملعب واللعيبه اللي في نص الملعب بتزيد هي قدام، فبالتالي اصبح اجنحه ليفربول صناع لعب. هتيجي تسالني سؤال، طب ايه يعني صلاح الهداف خلص كده؟ في رايي انا اللي جاي في الموسم صلاح هيفاجئنا بيه. لما كلوب يوصل لتشكيل ثابت لليفربول هتلاقي كيمياء بتحصل بين لعيبه نص الملعب ولاعيبه الهجوم، فوارد جدا تلاقي سوبوزلي بقى هو اللي بيفتح على الخط وصلاح جوه، او صلاح لو فتح على الخط هتلاقي سوبوزلي جوه. من الاخر بعد ما الكيمياء دي تحصل هتبقى واقفه على ابو صلاح. صلاح هيبقى عايز ايه؟ هيبقى عايز الهداف اللي ينافس لعيب زي هالاند بالمنظومه بتاعته، ولا هو بقى حابب يكتفي بالاسيستات وياخد ستايل دي بروين؟ بس انا ما اقدرش احاسب صلاح على حاجه زي كده دلوقتي، لان ليفربول ابتدى يفوق بس لسه ما فيش ثبات في التشكيل. وما تنساش ان ابو صلاح كل بدايه موسم بيبدا على الهادي وفي اخر الموسم تلاقيه جري. مش هقول لك يعني هينافس هالاند على هداف الدوري عشان ده قادر وما فيش حد قده، فمش بعيد يا صديقي تلاقي صلاح تاني الهدافين واكتر لعيب في الدوري الانجليزي جايب اسيستات. اتقل على ابو صلاح عشان ابو صلاح دايما مش متوقع. بالمناسبه يعني اللي بيكلمك وبيبرر ده وحش وصلاح الهداف، صلاح اللي كان بيعمل ار2 ويشوط من بعيد ويخش جوه منطقه الجزاء اللي بينكش ده. بس انا متاكد ان صلاح الهداف ده هيرجع لنا، بس اصبروا الفريق يستقر. وبالمناسبه يعني نسخه صلاح بتاع الاسيستات ده هاديه ورايقه وبتلعب كوره بمزاج. انا اوقات ببقى قاعد طول الماتش بقول هو صلاح فين؟ لا حركه ولا نشاط ولا اي حاجه، تيجي الكوره في رجله في الدقيقه 86 باص بوش رجله الخارجي جون من روبرتسون او من اي لعيب تاني. وكلوب نفسه قالها بيصنع الفارق لما بنحتاجه. اللعيب الهادي الواثق في نفسه اللي ليه تاثير حتى لو بمجهود قليل احسن بكتير من اللعيب اللي مقضيها لف في الملعب ومالوش اي تاثير. بس احنا عنينا بتحب اللعيب اللي بيحنكش، وبصراحه حقنا، ما هي الكوره مش كلها اهداف واسيستات، عايزين شويه ترقصات ومهارات. وابو صلاح السنه اللي فاتت بصراحه كان مدلعنا شويه ترقصات ومهارات، فعايزين تاني. ومعلش يعني يا ابو صلاح احنا مش عارفين نشبع منه، فبالنسبه لي هو مش انتقاد، هو شويه عشم في شويه متعه، لان النهايه للاسف قربت. فبطلوا افتراء على الراجل واستمتعوا باللي بيقدمه اسيستات او اجوان او حتى سبرنتات، عشان انا وانت قدام هنتنشع على الايام دي وهنفتكرها وهنزعل عنها. المهم يا صديقي لو عندك راي تاني غير رايي تعالى نتخانق في الكومنتس عشان الكوره بتحب الخناق. ولو انت من الناس العظيمه اللي وصلت لاخر الفيديو يبقى الفيديو عجبك الحمد لله، فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وفعل الجرس، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.